السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات مروة محمود والطبخ بريشة. معانا دلوقتي طريقة عمل القلقاس، وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا بدون الغسل، لأن أنا مش من اللي بيفضلوا طبعا يغسلوه نهائي. بس عايزة أقول لحضراتكم هنجهز معانا كمية من المناديل بتاعة المطبخ، بحيث إن احنا نقدر ننضفه كويس بعد ما نقشره. طريقة سهلة جدا في التقشير. ما تنسوش بس اللايك والشير والاشتراك في قناتي، والدعم والتعليقات الجميلة علشان يوصلكم كل جديد. احنا بنمسك القلقاسية كده، يعني انا بحب افضلها لو هعمل كمية كبيرة يبقى كلها حجم واحد، علشان سوى كل واحدة غير التانية. فاحنا يعني لو هنعمل كيلو يبقى واحدة كيلو، هنعمل 2 كيلو نحاول على قد ما نقدر نلاقي واحدة بالحجم ده. بنمسكها زي ما احنا شايفين كده ونبتدي نعملها زي فانوس رمضان بالظبط، وهبدأ من فوق اقشرها زي ما احنا شايفين كده. هو تقشيره صعب بس لكن بعد كده كل حاجة بتبقى سهلة معانا زي ما احنا شايفين كده. بنلفها واحدة واحدة بتقشر بكل سهولة. وخلي بالكم يعني محتاج قوة، يعني احنا نفكر بقى في اي حاجة مضايقانا والله العظيم ونعملها كده بكل قوة على اساس ايه؟ يعني بتبقى محتاجة ايه؟ جهد شوية عقبال ما بتتقطع، طبعا دي حجمها صغير ومع ذلك محتاجة برضو ايه؟ قوة شوية واحنا بنقطعها. يلا كل واحد فينا يفتكر حاجة مضايقاه بقى وبعزم ما فيه يحاول يقطعها. زي ما احنا شايفين كده بنحاول نخلي القاعدة بتاعتها علشان هي دي اللي هنوقف عليها القلقاسة بعد ما ننضفها. تمام. دلوقتي زي ما فهمتكم بالظبط كده هحاول اوقفها عندي هنا لحد بس ما ايه انضفها من الحاجات دي كلها كده. زي ما احنا شايفين خلينا القاعدة بس اللي من تحت اللي هي هتثبت عليها، وهبدأ اقطعها دلوقتي علشان كده زي ما احنا شايفين. تمام. طبعا القلقاسية دي فريش وطازة. بنعرف ازاي؟ بنعرف من اللون البينك الجميل اللي هو من الطبقة الفوقانية دي، طالما انها لسه بينك كده ومنشفتش يبقى فريش. تمام. ببدأ انضف دلوقتي كويس جدا بقى القلقاسة زي ما احنا شايفين كده. طبعا طالما ان القشر اتشال بطريقة كويسة ما بيبقاش فيها اي شيء نهائي زي ما احنا شايفين كده زي الفل اهي. مش محتاجة بقى ان انا اغسلها عشان ما تطلعليش المادة اللزجة اللي كلنا مش بنحبها كده. زي البامية، موضوع البامية لازم نغسلها قبل ما بنقمعها علشان المادة دي برضه. زي ما احنا شايفين كده ننضف مكاننا كويس. تمام. هبدأ دلوقتي انضف برضه واتأكد من تنظيف المكان كله، والسكينة عندي كمان نضيفة، وابدا اعملها زي فانوس رمضان كده. تمام. بس قطع بقى جامده مش زي القشر كده. شايفين؟ معلش لو الكاميرا بقى بتتهز معايا عشان انا زي ما قلت لكم محتاجه قوه جامده جدا يعني. اهي كده. شايفين الجمال؟ شايفين منظر تحفه 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 والله العظيم زي الفانوس بالظبط كده. كده بقت سهله عندي جدا بعد كده في التقطيع كله بقى بعد كده. اسفه طبعا على الصوت العالي ده بس علشان ايه؟ بس خلاص. شايفين اللون يا جماعه وجماله؟ شايفين؟ سبحان البديع يعني. لوحه فنيه والله، يعني لو حاولنا نطلع اللون الجميل ده مش هنعرف ابدا. بس بناخد بقى القطعه اللي فوق اللي نزلت معانا دي في التقشير كده بسرعه.
اي بقى قطعة مش عجبانا بنشيلها. زي الفل زي ما احنا شايفين اهو، ما فيهوش طينة وما فيهوش اي حاجة خالص خالص خالص. اساسا القطعة اللي احنا بنشيلها البنك الجميلة دي، شوف لونها عاملة ازاي اهي. يا رب الكاميرا بس تكون موضحة لكم، جميلة. بس كده هوريكم قطعة واحدة وانا هكمل، بس عشان الصوت المزعج بقى اللي بيتعمل اثناء التقطيع، فاهميني؟ يعني ممكن كده، ولو انا عندي قطعة خشب بعملها على طول كده زي البطاطس بقى، وابدأ اعملها مكعبات صغيرة. هخلص الكمية كلها واوريها لكم بعد كده النتيجة. دلوقتي كملنا بقية التقطيع بتاعه كله. زي ما احنا شايفين بيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. جمال اللون يكفي والله العظيم 3 لوحة فنية. زي ما احنا شايفين بنحاول نعمله كله حجم واحد، علشان يستوي كله مع بعض في وقت واحد. شوفوا الجمال والنظافة اهو، ما فيهوش بقى اي شوائب خالص ولا طينة ولا اي شيء. بنعمله كده بالمكعبات كده زي ما احنا شايفين. وبعدين هنبدأ نقطع الكزبرة الخضراء. انا بحط عليه كزبرة خضراء طبعا بتدي نكهة تحفة، غير البقدونس غير الشبت نهائي. لا، يفضل للقلقاس كزبرة خضراء مع السلق. وهوريكم الطريقة بالتفصيل. يعني الخلطة بتاعتي النهاردة او الوجبة بتاعتي النهاردة محتاجة لها يعني نقدر نقول كيلو قلقاس، بعد التقشير بيوصل كيلو الا ربع تقريبا، ومعاه ربطة كويسة جدا من البقدون الكزبرة، وربطة كويسة جدا من السلق. وهنشوف الخطوات مع بعض واحدة واحدة. دلوقتي هوريكم مع بعض كمية بالظبط. يعني حزمة سلق مع بعضينا اهي، كمية كويسة جدا للكيلو عشان برضو هو مش كتير، مع ربطة كزبرة خضراء. شايفين جمالها وشايفين لونها. الكزبرة اليومين دول حلوة قوي قوي، جميلة يعني. والحزمة مليانة، شايفين؟ بنغسلها كويس جدا ونقطعها. انا بنشفها بس الاول، وبعد كده بقطعها واضيفها للقلقاس وهو بيتعمل مع قطعتين ليمون، حبتين ليمون. في ناس بتعمل السلق متحمر مع الثوم وبتهرسه وبتضيفه للقلقاس، وفي ناس بتضربه بالشوربه في الهاند بلندر او الخلاط وتضيفه ليه يدي لون. انا الصراحه بحب احمره مع الثوم واهرسه ونضيفه للقلقاس. هنخلص مع بعضينا ونشوف اخر التطورات. ودلوقتي حطيناه على النار مع بعض زي ما احنا شايفين كده. ضفنا له الخضره. طبعا اللي بيحب يحمر اللحمه يحمرها لوحدها عادي، او في القلقاس برضو عادي. هنا انا ضفت الكزبره الخضراء مع ليمونتين كبار، عصير ليمونتين كبار. الريحه يا جماعه مش قادره اقول لكم، اقسم بالله الريحه تخلي الواحد عنده اقبال على الحياه. يعني الريحه دي كفيله انها تنقل الواحد من مود سيء لمود تاني خالص خالص. ريحه الكزبره مع ريحه الليمون مع ريحه القلقاس واللحمه حاجه يعني من اجمل الروايح اللي بحب اشمها قوي وهي على النار، مع فلفل محشي وكوسه وبتنجان. الريحه دي بتنقل الواحد لحته تانية خالص. وبقدم معاه رز ابيض او رز بالشعريه زي ما نحب، يعني زي ما نحب، كل واحد زي ما بيحب، او تشربوا شوربه فقط كده. هخلص اضافه السلق وتحمير الثوم معاه واوريه لكم مره تانية. ودلوقتي حطينا السلق بعد ما غسلناه وجففناه كويس في اي ماده دهنيه احنا حابينها. يعني حابين سمنه بلدي، حابين زيت ذره، حابين زيت عباد عادي، بس نخلي بالنا منه كويس جدا لان اثناء التحمير بيبقى صعب قوي قوي يعني. بيفشر جامد قوي زي كده الفلفل برضه ما بنيجي نقليه. هنستنى عليه لما يتحمر كويس جدا، وبعدين نضيف حبه ثوم محترمين كده. اللي مش بيحب نكهه الثوم قوي جامده ممكن يقلله عادي، بس هيبقى يعني خسر كتير قوي.
لان حلاوه القلقاس بالثوم الكتير المحمر زي ما احنا شايفين كده. اخلص التحمير بتاعه، واول ما ينشف ويتحمص وهرسه معايا بالشوكه. هفتح لكم فيديو تاني. دلوقتي وصل للدرجه اللي احنا عايزينها. زي ما احنا شايفين الثوم بقى مكرمل وجميل. انا طبعا بعمله زي ما هو عشان بعد كده اهرسه بالشوكه يعني. تمام. الريحه بقى مش قادره اقول لكم والله، الريحه النهارده يعني صعبه بالنسبه لي قوي قوي قوي. احب قوي الروائح الجميله دي كده وهي على النار. ريحه السلق مع الثوم يعني مفيش احلى من كده يعني. اكله بصراحه انا بموت فيها. هستنى بس اول ما لان بسيبه بتاع 5 دقايق كده ينشف معايا عشان يوصل لدرجة التحميص. وبعدين بهرسه بالشوكة واضيفه للقلقاس مباشرة. دي احلى طريقة للقلقاس، احلى طريقة ممكن تاكلوا بيها القلقاس. اللي بيحب يضرب السلق بشوية شوربة في الخلاط ده بيديني لون فقط، لكن نكهة، عايز نكهة قوية وعايز طعم خيالي، لا لازم زي ما اجدادنا وامهاتنا كانوا بيعملوه طول عمرهم. هي النكهة دي مفيش افضل منها. او ممكن تعمل الكمية نصها في الخلاط والنص التاني تحميص كده عادي، برضو الميكس ده بيدي طعم خرافي. هنا اتحمص معايا كويس جدا. سامعين الصوت؟ انا هسكت عشان تسمعوا الصوت. ببدأ اهرسه كويس بالشوكة كده. انا بس عايزة اوريكم الفكرة انه هيبقى خلاص بقى يعني اكنه مطحون. تمام. والثوم بهرسه كويس قوي. زي ما احنا شايفين كده مع بعض. انا بس بصور بايد وبعمل بايد، فهي دي بس الايه المشكله. طبعا لو عايزين نعلي التيست معانا اكتر ممكن نضيف كزبره ناشفه كمان معاه. تحفه تحفه يعني. بس انا نسيت هنا احط حبه برضو، بتعلي التيست جدا وبيبقى طعمه خرافه يعني. زي ما احنا شايفين بقى عباره عن اكنه مطحون. تمام. ببدأ اجيب بس شوية شوربة صغيرين هنا من القلقاس نفسه كده. عشان اضيفه معايا كله. بضيف طبعا الكمية كلها. هنشوف بقى جمال اللون اللي هيظهر لنا دلوقتي. شوفوا يا جماعة يا جماعة الجمال. شوفوا اللون بقى تحفة ازاي. شوفوا الشوربة لونها عامل ازاي وريحتها يعني بالهنا والشفا طبعا اللي ياكل. تحفة تحفة تحفة. من جمال اللحمة اتهرت معايا طبعا. وادي الطبق النهائي معانا من القلقاس. وبألف هنا وشفا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. ودمتم بألف خير. وما تنسوش اللايك والشير والدعم علشان يوصلكم كل جديد، والتعليقات الجميلة لو الطريقة دي عجبتكم. وكل واحد يقولي متابعني من أنهي دولة، وكمان الطريقة في الدولة بتاعته هل موجود عندهم فعلا قلقاس. دمتم بألف خير. وما تنسوش اللايك والشير.